مزاجيه حسب الرئيس اللي بيجي، يعني حسب الدوره الانتخابيه يعني. والله انت اذا مثلا جيت رئيس لنادي مم. لازم تصرف عليه مم. مهما كان. انت في النهايه جيت عشان تقدم، مم. اذا ما عديت الفريق ما حتجيب اي حاجه. عشان كده انت لازم تنظر ده الفهم اللي عندنا. ده الفهم اللي عندنا نحن مم. هناك كده. مم. يعني لما تيجي الناس ما بتنظر مثلا يقول لك مثلا جا الرئيس ده طوالي حيودي الفريق ده فوق. مم. يعني الناس بتمشي حبه حبه حاجه. السلم ده درجات، واحد لما يجي السلم ما بيجي بيطلع طوالي فوق، يمشي درجه درجه. يعني المفهوم ده المفروض يختفي. الناس المفروض تنظر بنظره ثانيه، يعني مهما التخطيط يبدا، لانه حتى الناس ماشيه كويس. يعني انت مثلا صرفت الليله على الموسم 100 مليون، الموسم الجاي اصرف 200 مم. هتكون افضل حتى لو تغير الرئيس حتى بالضروره. لو يتغير. يعني انا بقصد انه الفهم يكون متواصل، او في يعني في فاهم. شكل اداري محدد للفريق. نحن يمكن في خواتيم القمه الثالثه بيناتكم انتم بيمثلوا الهلال والمريخ، وتكلمنا في مواضيع بفتكر انها كانت قمه حقيقيه. الناس طلعت فيها كلام، اتكلمت عن فهم، وضح انه نفس يعني اللعيبه عندهم راي، عندهم فهمهم، عندهم ارائهم المفترض انها ينبغي انه يستمع عليها، اذا كان من الجماهير اللي حابه تسمع منهم، واذا كان من الجهات المختصه ذات الصله اللي تكلمنا في علاقات بيناتهم. نختتم الحلقه دي بامنيات عموما، يعني من كابتن هيثم مصطفى، كابتن فريق الهلال وكابتن المنتخب الوطني. يعني أنا بدعو ربنا سبحانه وتعالى إنه يوفق منتخبنا الوطني مم. في المنافسة القادمة بانتصارات باهرة تسعد كل الشعب السوداني، وأتمنى ذاته لكل البلد التقدم في كل مجالاته، في كل مجالاته، ولكل أهله استقرار، ولأهلنا بدارفور سلام، ونعيش سلام، نفكر في السلام لكي نتوحد تحت مظلة السودان الحبيب الذي يجمعنا كلنا. عجب. الامنيات كثيره يا اخي. يعني حقيقه واحد اتمنى انه يرى مريخ يفوز ببطوله خارجيه، والهلال نفس الشيء، ومنتخبنا يقدم مستوى طيب جدا يعني. والبلد ذاتها يعني يقف معهم، دعمونا، يقدموا لنا الدعم عشان ناخد الاحتكاك ونظهر بمظهر يشرفنا نحن كسودانيين. أتمنى إنه يعم السلام في كل البلاد. وأشكركم مرة ثانية، وأشكر الإخوة الحضور، وأشكر كل الإخوة العاملين في الاستديو. بالله العفو يا جماعه، احنا حاسين انكم تعبناكم شديد. جبناكم بعد المباراه طوالي. طيب يعني انا حابب قبل ان اختتم هذه الحلقه اجيب زول هنا، ما اعرف رايه حيكون شنو، لكن هو عراب هذه الفكره. الشاب ايمن ابو جبين، هو المركز الافريقي للانتاج الاعلامي، هو صاحب هذه الفكره اللي بفتكر انها مميزه وتستاهل بالفكره ان بالفعل ان نتوقف عندها ونشوف ابعادها، وفيه طرائف واشياء وراها كثيره جدا. حابين انه نحن نختتم الحلقه دي بانه نرحب بيه يا جماعه مع بعض. فيصل عجب ولا فيصل نقول الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. مرحبا بك. دي للوصول ولا الذهاب؟ لا لا انا الذهاب ما اعرف، المجاهدة. والله انا داير ارجع. التذاكر حجزتها. دي المشكله، انا يا خلاص أيمن. يعني بعد انتهينا من الحلقه انت عارف هيثم، انت لقيت قلت في لو ما هيثم سفرك أنا- هعمل لك شنو؟ أنا- هعمل لك شنو عارف؟ عيب عليك، انت اول يوم على الهواء وهيثم برضه اول يوم على الهواء. انا ما تفضل يا أعرف أيمن. حاجة كيف. نعم. اولا انا يعني انت طبعا هسه بقيت ايمن بجيب واحد. ما بجيب. انا شايفك انت موصول على اللغه بتاع الجميل ده، عندك حجاب به، فانا ما اقدر احاول اللغه علي. لكن انا ما يفوتني انه انا اشكر كل الناس السهرت، مش السهرت يا سعد، حقيقه الناس اللي ما نامت. نعم. لا اصلا الناس ما نامت. انا بس بحب اوضح للمشاهد انه الشباب اللي ساهروا، يعني اكثر زول في الشباب ده ممكن يكون نام ساعه. دمله فينا انت عارفه. خليه. بيك في الوطن بيتداغل. نعم. طيب انا بشكر الاخ الكبير الحبيب هيثم مصطفى والملك فيصل العجب، وبعتذر لهم شديد، انا اخذتها من اجازه، فبشكرهم على تكبدهم الزول والمشاعر. ده دفع كويس يا جماعه ولا ما؟ ولا استغل على الصداقه كده؟ الله يا طبعا ما زول منتج يا جماعه والشركه. شايف يا سعد فتحت عليه ابواب صحفيه.
بشكرهم كثير على تكبدهم المشاغل وتحملهم. انه عملنا جولتين انا بفتكر ان في تقييمي الشخصي رائعتين ولائقه بمستوى ومكانه كابتنها الغني. من يا هيثم مصطفى العميد، انا سأسميه الامير حقيقه، لاعب عالي الامكانيات صاحب اللمسات السحريه. يلعب مصطفى، شوف الكنترول، شوف الامكانيات، يا ولد يا هيثم، يا روعه يا هيثم، يا رائع يا هيثم. هو يا ولد العيب فيصل العجب. العجب منك يا فيصل عجب. لسعى للافعى فيصل عجب. هو صاحب اللمسات السحرية، هو اللاعب الفنان اللي موجود في خط هجوم المريخ الثاني. فيصل يا عجب. الماركة والعلامة المسجلة الكاملة للرائع اليوم فيصل العجب.